ويا صباح النور من مملكتي في ركن الزرع. تعالوا نشوف مع بعض الزرع ونطمن عليه سوا. شايفين البهدلة؟ شايفين كمية التراب؟ شايفين ناشف ازاي؟ عشان يومين بس ما سقيتوش، يومين بس في الجو الغريب اللي احنا فيه. والزرعة دي غير الزرعة دي. هنا عندي ده جلد النمر، هنا طرية خالص اهي، انما هنا ناشف خالص، هنا تراب. طيب ده يعلمنا ايه؟ علمنا ان كل زرعة غير التانية في الري، ولازم نتأكد بنفسنا الاول من كل قصيص علشان نسقي. النهاردة روتين للزرع عادي جدا، تمام. الورقات مليانة تراب من بعد ما كنت رشيتها بالسبراي اللي عملته قبل كده، اللي وريتهولكوا قبل كده. السبراي حلو جدا وتحفه، قعد اسبوع كامل الزرع الورقة نظيفة وبتلمع. بس طبعا بقالي فترة زي ما بقولكم ما بخشش كتير، فالورق رجع يطرب تاني. هنلاقي ان الورقات بتنشف. ده دورنا بقى في ايه؟ في الرعاية، في الروتين العادي بتاع الزرع، ان اي ورقة ناشفة نشيلها، اي ورقة ناشفة نشيلها. انا برمي كده في الارض وبعدين برجع انضف واكنس. طبعا البلكونة متبهدلة. هنا عندنا الجارونيا فيها ورق ناشف اهو، ببدأ بقى اشيله. ماشي اهو. هنا برضو ورق اهو واقع ناشف، دبلان. واحدة كمان اهي. هنا المورية ما شاء الله حلوة، البذور بتاعتها بدأت تحمر، وفي منها اللي بقى لونه احمر وفي اللي لسه لونه اخضر. ماشي. هنا عندي العطرشان كنت طوشتها من فوق معاكم، دي ما شاء الله بقت مليانة وكثيفة ازاي. كان ليها واحدة تانية برضو كنت طوشتها، للأسف ماتت، ف قطمتها اهي. دي شلتها وقطمتها، هي كانت صغيرة معرفش، يمكن ما تحملتش التطويش، مش عارفة. بس دي ما شاء الله عليها تحفة اهي زي ما انتوا شايفين، وبقت كثيفة. عندنا هنا كمان شاب الليل ما شاء الله برضو عامله بذوره اهي. ابدا اجمعها. البذور دي لو انا ما شلتهاش هي بتقع، يعني هي محطوطه على الهوا خالص اهو، تمام. البذور دي بكل بساطه انا يا اما بحوشها ادي منها للناس اللي بحبها، اخواتي، ماما، او بعمل ايه؟ بغرزها تاني في القصيص. يعني مثلا القصيص ده، دي هي دبلانه، هي عايزه تشرب، هتشرب الوقت تفوق. انا كنت حطاها هنا، ماشي. والصغنونة دي انا برضو كنت غرست البذرة هنا، فهي ما شاء الله حلوة، يعني بتطلع بسرعة وزراعتها سهلة ورعايتها سهلة جدا، تمام. هنا في حاجات دبلانة. الله، طب في بقى حاجة حلوة جديدة اوريها لكم معايا. هنا اللندانة كانت قعدت تطول وانا ما بحبش الحاجه تبقى طويله قوي كده، فكنت طوشتها وبعدين رجعت اجي عليها الايام البرد، فكانت ضعفت. وفي الورق بتاعها شوف ناشف ازاي، ناشفه ازاي. بس النهارده بقى بصوا مفاجاه، طلعت اهي حاجات جديده اهي. ده من التسميد يا جماعه، تمام. سيبنا من الورق القديم ده، مش هشيله بقى دلوقتي. كل الزرع ناشف، بالذات الزرع اللي بره، واللمتنة بتحب المية، بتحبش تعطش، تمام. هنا برضو النباتات اللي جوه محتاجين يتلمعوا تاني. كل ده انا كنت ملمعاه وكان جميل جدا. طبعا انا مجهزة السماد اهو بتاعي اللي احنا عملناه قبل كده مع بعض. اللي مش عارف هو ايه وعبارة عن ايه يقدر ان هو يكتب لي في الكومنتات وانا اقول له هو ايه. الريحانة برضه هي جميلة ما شاء الله. لما كان في يومين هوا جامد نزلتها تحت عشان يعني اخلي بالي منها مترجعش تقع او حاجة. هنا ده اسمها نبات الصالون.
دي اهي عشان تبقى شايفينها بشكل اكبر اهي، وفي ورق جديد اهي. الزرعة دي انا بحبها قوي، كنت جايباها من المشط، حاجة يعني لونه خالص ما شاء الله عليها. هي مش محتاجة مية يعني، بس احط لها كده حاجة بسيطة. الجلد النمر كله تقريبا مش محتاج مية. الالوكاسيا اللي بتحب مية على طول، بتحب مية باستمرار وبتحب تشرب على طول يعني. حاسه ان الفيديو طول قوي. باختصار بقى انا هسقي الزرع كله 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 كله، وخلي بالي واشوف ايه اللي محتاج ميه، ويعني هسقي كل قصيص على حسب احتياج. واسيبكم بألف عافية من مملكتي وجنتي الخضراء.